يابا الحلقه اللي ما اعرف ايش قد رقمها، بس حتى نسوي بيتزا نابولي بخبز عروق. الخبز عروق هو عباره عن عجين يخلطون به بهارات ولحم، اكله عراقيه مشهوره. فاحنا سوينا العجينه مالتنا اللي نجحت بالفيديوهات السابقه، وخلطنا خلطه بهارات خبز عروق، وبديت اضيفها شويه شويه بالعجينه مالتنا. العجينه مالتنا صارت كلش مطاطيه. جبنا علب رشينا عليها سميد، قطعنا العجينه مالتنا كلش زين، كورناها خليناها بالعلب ساعه، ساعتين، 3، 4، العجين ابدا ما اختمر. جبت العجينه حاولت افتحها، قوامها ابدا ما يساعد، فرجعت سويت بحث قلت اشوف شنو هي المشكله. ما ادري العجين زعلان علينا اليوم، فقلت اسوي العجين مالتي مره ثانيه. سويت عجينه قطعتها وكورتها وهمين خمرتها، بس لاحظت انه ما اختمرت مثل ما اختمرت العجينه بالفيديوهات السابقه اللي كان بدون بهارات. فقلت افتحها واجرب، فتحتها خليت فوقها اللحم، دخلتها بالفرن، طلعناها وقطعناها. يعني ما اعرف شنو المشكله، يعني العجينه بيها فراغات وبيها فقاعات، بس كلش ثقيله ما تخمرت زين، نفس الوصفه مالتنا اللي صارت بيرفكت ذيك المره. نصايحكم.